هلا وبنات، عمر شلونكم؟ شخباركم؟ اموركم؟ صحتكم؟ الاحوال ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. طبعا مشتاقة لكم كلش هواي واسفة على الانقطاع. صار الاسبوع ما منزلة شي لكم، بس والله كنت شوية مريضة ومالي خلق. فاليوم رجعنا لكم فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. وهذا الفيديو هماتين مختلف، عبارة عن روتين من الصبح لليل شاركته وياكم. طبعا هنا اول ما قعدت الصبح سلقت بيض. أني متعودة على البيض السلق يعني بالريوق وأشرب حليب، لأن قبل سابقا كنت متبعة النظام غذائي مع زيادة الوزن، فمدخلة البيض والحليب يعني بنظامي الغذائي، فتعودت يعني الصبح أتريق بيض سلق وأشرب كوب حليب. فهنا جاي أصب الحليب، وأحب الحليب شوي يكون حالي، يعني أضيف له شكر. هماتي أنا أحبه شوي ضخن، يعني أكثر له حليب. وطلعت هنا من الثلاجة جبن، هذا الجبن يكون مالح. هماتي أنا أحب الأجبان يعني أنا. وأنا محضرة لكم مقاطع يعني إن شاء الله تعجبكم، شي ورا شي ينزل. طبعا هنا جاية أقصص بالجبن. هنا كمل الريوق وجاي أصبن. أنا أحب الحليب يعني مرات يعني أشربه هيك، مرات لا ويا شاي حسب يعني. هنا بيومها كملت حشوة بس ما صورت لكم يعني من البداية. كملت حشوة الدولمة، واحنا الدولمة نسويها حامضة، وانا يعني كلش قوية بالطبخ، سويتها فتشي يعني كلش طيبة. هنا جاي اراويكم ان شاء الله انا هم انزلها يعني طريقة الدولمة، طريقتي بالاخص بالقناة، كلش اسويها طيبة. هنا جاي الفن طبعا. وبالايام العادية يعني اسويها، يعني اسوي دولمة واسوي شيخ محشي جدر واحد يعني، بس بيومها تعبانة فسويت بس سلق ولفيت بصل بس. وهنا هماتين يعني سمت شوي بيومها. وهنا طبعا الوالدة هنا جاي تشنق بالعجين، فأخذت لها لقطة. طبعا إذا سمت شوي لازم خبز حار. إن شاء الله طريقة الدولمة أنزلها لكم بالتفاصيل وتجربوها وشوفوا. وطبعا السمك ضروري لازم طرشي. هماتين هذا طرشي ويا السمك. وهنا بيومها بالليل تعشينا كباب، اجت بنت اختي إلنا فدزينا على الكباب. وهماتين دزيت على حلويات انا وياها، يعني نسهر بالليل وناكل حلويات. طبعا اللي هنا ينتهي الفيديو. انا كلش احبكم، مع الف سلامة، باي باي.